بصوا احنا دلوقتي هنغسل الغله اللي هي القمح اللي بيبقى دقيق، يعني هنغسلها وبعدين ننشفها وبعدين نروح نعملها دقيق. امك بتنزلك الزباله قدامك. ما تبحترش وما بحتروش ولا حبايه. انا ماليش دعوه لو بحترت. بس كفايه ده بقى القمح اللي بيبقى بنطلع منه كذا نوع من الدقيق، زيرو وبلدي وقرص وحاجات حلوه ومخروطه وكوسي. وانا بقى هنزل في الترعه. غطسي الاول عشان هتقوم مني كده معايا. غطسي ما تخليش حاجه عايمه خالص. بصوا بقى القشر بتاعها بيطلع على الوش من الميه اهو، والتراب او الرمل او الحاجات دي بترقد تحت. انا كنت عايزه نغسلها في الصيف شويه عشان استحمى في الترعه. ما يهمش بقى. كنا عايزين ناخد دش، ناخد دش في الترعه. طلعي سلطه ومرش. امرش كده اهو. رش. ام الحاجه بتديني التعليمات. كريم هتبقي لها جزمتها. بصوا بقى الحبه اهو اما بيتغسل بيكبر، الحبايه دي بتكبر شويه وبتبيض بقى. لا انت ما البس تاني. شفتوا بقى الترعه شكلها حلو ازاي اهو، ما انا بدعك اهو عشان كده، عشان لو فيها طوبه يعني تعمل تنفرد. كريم اطلع يا ابني. كفايه كده يا خليك ماما. واقف على الزلط. كفايه كده ولا ايه؟ لا ادعكي كمان تعالي. كمان بصي اعملي كده كده وهي نايمه كده. مرتاح. اصل البتاع مش لا هيمشي مني. انا بهني هغرق لهم الغل. ايوه كده كده عشان لو فيها يعني قشر يطلع. حاجه لا حاجه نازله ده تحت في الطينه تقوم. يلا صفيها بقى وغيروا له الميه. هاتيها على الزلطه هنا. استني بقى ما يمشي استني. بتطلع بتطير مع الميه بتمشي. هاتي اللي عندي رخ. خليكي يا كريم اقف. هاتيه يا بيه هاتيه. صوريه. كريم بص. سيدك يا بنت جاي، سيدك جاي. الله. هاتي هاتي شويه كمان اهو الشوار اهو. هاتي الشواه. اوعى يا واد. استنى بالراحه. بالراحه. النقطه فين حد عشان هو مقطوع. شدي بس على اسف بس. عندنا بقى لازم كل واحد من الفلاحين يبقى عندهم الغله دي، ما بيشتروش دقيق ولا حاجات من دي، بيطحنوا. بنشتري دقيق كمان من الثاني عشان يعاون الزيرو يبقى حلو ولا. بس هو ده يوم ما بيتعمل منه قرص وكل حاجه. كل حاجه قرص ومخروطه وكوسي تعالى كده ان شاء الله هنعمل لكم منه مخروطه وفطير مشلتت. قرص كله بيعمل من ده ان شاء الله. ده انا خليتهم يطحنوا مخصوص عشان نعمل الحاجات دي. ما تعوميش غل. انا بعوم القشر اهو تفركيه الاول هتلاقي فيه غل. القشر بيمشي اهو. اما تلاقيني وقحت كده في الارض ما تجيبنيش عشان ستك مزه. هم ما وقعوش حبات. انا وقحت حاجه السمك هو السمك له نصيب اصلا، لو حاجه وقعت يبقى هي ده رزق السمك، امال السمك هياكل ايه؟ خلاص نقطهم له بقى. على فكره في ناس بتصطاد بالغله دي، بيحدفوها في الترعه ويعملوا زي دور كده ويصطادوا بيها. بيسلقوها عشان ما تعومش. لا مش بيسلقوها، بينقعوها يما يومين ولا حاجه. شويه وقعوا شويه وقعوا. وقعتي حاجه؟ لا
مش انا قايله لك لما اجي اوقع شويه ما تجيبنيش عشان ستك ما تزعقش. يلا يا شهد لو كنت هتروحي الدرس انت بقى روحي. خلاص كده. نكمل الفيديو بس. بكره بقى هنبقى نصور واحنا بنحمصها واحنا راكبين بقى على العربيه الكر ورايحين نتحمس. هي دي كده هتتنشر، هيحطوها في التشوت كده تصفي لحد بكره، والصبح يفرشوها بقى على الحوض شام. بس استني يا شهد. بصوا بقى اللي اتغسلت بقت نضيفه ازاي كده بقى. لو فيها بس مثلا قشره زي دي اما بتنشف بقى بيهفوها كده بتطير. انما اهم حاجه الطين والعفاره طلعت منها. طب واللي لازق في ده هيطلع بس يلا حط غير. ده اسمه ايه؟ الغلق؟ مقطف غسيل الغله. مقطف ما اسموش مقطف. طب هي كده كويسه ولا اغسل تاني؟ يلا بلا اغسلي تاني مرشيها ادعكي وهي مطرحها كده. ما انا مرشتها والله. طب خلاص يلا. بس فيها ميه. مش تصفي. خلي بقى في المقطف ده شويه عشان اعرف اشيلها. يلا هاتي الباقي ده. احنا كنا بنستغل بقى غسيل الغله ده وننزل نصيف في الترعه. طيب. بصوا النونه دي. بصوا الخروف الصغنون ده. ادي يروح لامه. تعالوا بقى اما نهف الغله. تعالي يلا. بص كده بقى بنهف الغله. الهوا بيطير انا واخده شويه صغيرين عشان اعرف اهفوه. انتوا ما بيعرفوش لسه صغيرين على الكلام ده. ما احنا ماشيين تحت تعليماتك يا معلم. كده حلوين كده حلو. ايه راسي؟ ما هو وانت امبارح تقولي لي يا ريتي والنهارده خدي فضي عني. على فكره في ناس اصلا ما بتهفهاش. ما لناش دعوه بالناس. طب خلوها ببركتها. تبقى زلط ورمل وبتقرقش. يبقى هنخبز الفطير ونخبز المخروطه ونخبز العبد. ما توقعيش صح؟ خالد عايز مخروطه بالسكين بتاعت زمان. بالدقيق الذره والسكينه. والله قايل لي اعمليها تعملوها بالنشابه والدقيق الذره والسكين. في جندي مجهول برضو متداري ما بيظهرش معانا. خلينا بعيد احسن. طب اطلعي صوت طيب. لا غير مصرح. غير مسرح؟ لا انت بتقولي اسمي ليه؟ اهي. طب وهي استني يا مريم. عدي. الجندي المجهول بيعمل اهو. عندنا هنا ما بيحبوش يطلعوا. طب والله العظيم الفرح اللي رحته كلهم بقى يقولوا لي طلعينا، يعني ناس متفهمه مش زي هنا كده. الله جدعانه بقى بناكل كتير. الجزائر يا معلم بتسلى الزبده. الشركه اللي تحت يا ملا. هات يا ملا هنا. بس يا ملك يلا.